وانت قاعد في امان الله وبتقلب على الفيسبوك، تلاقي بوست فيه صورة راجل كبير في السن وشكله ما يعلم بيه الا ربنا، ومكتوب على الصورة ان الراجل ده بينصحكم اوعوا تحبوا من اعماق قلوبكم. ثواني بس، هو انت عشان حظك فقر تيجي تعدي الناس يا عم الحاج؟ ده اصلا لو صاحب البوست ما كانش بيمر بصدمة عاطفية ونبس الكلام ده للراجل الكبير. واحد بيقتل واحدة بيحبها عشان هي مش عايزاه، يعني حاجة ضد المنطق اساسا. منين بيودي على فين؟ موضوع الحب ده مفهوم غلط خالص، وخالص من هنا للصبح. وكل ده بسبب السينما والمسلسلات والسوشيال ميديا. بيصوروا لك صورة غير واقعية بالمرة. واحد ينزل صورته هو ومراته مثلا وكاتب عليها أنا بحبها أوي، ما تحبوا بعض في بيتكم يا جدعان. وكله بقى ينبهر ويشير الصورة ويقول لك إيه، شوف دول بيحبوا بعض إزاي. عايز بس أقول لك إن دي لحظة معينة في حياتهم المليانة بالحلو والوحش. مش عارف ليه نمسك الحاجة ونبالغ فيها وما نشوفش غيرها، ونسيستم نفسنا على كده. العلاقات المثلى بين الراجل والست في القرآن اتوصفت بالمودة والرحمة مش بالحب، عشان دول أصعب من مسألة الحب. لأن الحب بحكم الغريزة مش محتاج جهد، عشان دي فطرة احتياج الذكر للأنثى والأنثى للذكر. لكن الرحمة عاطفة مركبة أشمل من الحب وهي اللي بتدوم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عايز تمشيها حب مشيها حب يا عم ماشي، مع إن الموضوع أكبر من كده. في كتاب اسمه لغات الحب الخمسة، الكاتب ذكر 5 حاجات لو اتعملوا يبقى في الحالة دي نسميه حب، غير كده يبقى بنهجص. أول حاجة كلمات التشجيع، ودي مش محتاجة شرح. تاني حاجة تكريس الوقت، اللي هو تقعدوا انتوا الاتنين كل واحد يحكي همه للتاني، وفضي نفسك اخويا اللي تمام ما بيتطلبش. تالت حاجة تبادل الهدايا، معكش فلوس روح اطلب وردة من أي حتة واديها لها، مالكش حج. رابع حاجة الأعمال الخدمية، ودي غالبا بعد ما ربنا يكرمك وتتجوزه. خامس حاجة والأخيرة الاتصال البدني، وده برضه بعد الجواز عشان عيب. اعمل لي بقى سبسكرايب عشان أقولك إحصائية كده على الماشي. في سنة 92، يعني من حوالي 30 سنة، يعني مش بعيد، بس ساعتها ما كانش فيه نت، وتقريبا كان فيه 3 أو 4 قنوات بس على التلفزيون. حالات الطلاق كانت 6500. وفي 2021 الصلاة على النبي حوالي 4 مليون حالة طلاق. أظن كده إننا ضايعين، إحنا في صدارة دول العالم في نسب الطلاق تقريبا. كل ما نهري ونستهلك كلامنا أكتر في موضوع الحب بتاع السوشيال ميديا، حالات الطلاق بتزيد أكتر. يا ريت نطلع نفسنا من العالم الافتراضي اللي إحنا عايشين فيه. وبالمناسبة، هيبقى في سلسلة بنتناول فيها السوشيال ميديا بطريقة واقعية قريبا إن شاء الله.